كان الموقف خطر. طبعا احنا قدرنا نحمل الباخرة ونعيد سيطرتها ونرجعها الى مكانها. يعني تعرضنا الى كثير حوادث يعني بالبحر خطرة. شوي نرجع لذاكرتك في الحرب العراقية الإيرانية مثلا، وكنتوا أيضا تسافرون يعني وتطلعون، مستمرة كانت يعني لا هيك يعني. خلال الحرب العراقية الإيرانية الموانئنا غلقت، فاحنا بدينا نحمل من ينبع. هذا ميناء المعجز العراقي اللي بناه العراق ومد انبوب نفط على السعوديه. نعم. وبعدين السعوديه صادرته. نعم. هذا الميناء احنا كنا نحمل من عنده الى امريكا، ونحمل من تركيا الى نعم. يعني الى هولندا والى والنقل مكسيك. البحري على العقبه كان. النقل البحري كان يركز على العقبه. نعم. نعم. لكن تقصد انت بالحرب الكويت. حرب الكويت العفو. اي حرب الكويت. احنا طبعا كنا انا اكثر خدمتي البحريه على السوبر تانكر اللي هن عموريه وحطين من السويديات. فاحنا كنا على الناقه العموريه واجانا توجيه ان نرجع للعراق. نعم. فخلال بالتسعين نعم. خلال مجيئنا الى العراق نعم. تعرضنا الى زورق اعترضنا امريكي طلب ان يوقف الناقله مالتنا. كان بوقتها الكابتن ماهر جمعة المرحوم توفى الله يرحمه. فاني الكابتن اجا توجيه اتصال وقف وما قبل يوقف، استمر. واتصل بحينها بالوزير. الوزير كان في وقتها السيد عصام الشلبي. نعم. وقال له استمروا. فاحنا استمرينا بالحقيقه بالمسير. بس هاي مجازفه يعني، هذا مجازفة. زورق ايراني. الزورق امريكي يعني تصور الزورق الامريكي بدا يوقف يناور امام مقدمه السفينه ب10 20 متر. يعني كانه يخوف، يريد يوقفها اجباري. بس احنا استمرينا ما توقفنا. وبدت النداءات راح نضربكم. بعدين بالاخير قاموا يضربون متفجرات طلع لهم برتقالي يعني مخيفه، الظاهر انه صوتيه، وطلع لهم برتقالي بالبحر. ايضا ما توقفنا. يجبركم على الوقوف، يريد يجبرنا على الوقوف. بعدين اجت طائره شينوك وقفت على الديك وبدت تسوي انزال. احنا شغلنا مضخات الحريق وبدأوا البحاره يرفعون هوزات الحريق يضربون الامريكان بالمي. فهم كان مذعورين وتساقطوا على يعني الديك الباخره وحاملين السلاح ومرعوبين جدا كانوا. يعني هم كانوا يتوقعون بس جماعتنا غير مجازفين يعني ما تصعدون بكل يعني شوف انا اقول لك شغله، ترى احنا كادرنا البحريه يعني اغلبهم 90% ما يحبون النظام ولا يعترفون بالنظام، بس ما